اللي قدامكم في الصورة ده اسمه محمود، محمود الشحات، محمود من محافظة البحيرة وتحديدا من مركز كفر الدوار بمنطقة الصنهرة. محمود من الشباب المحبوبة واللي بجد الناس كلها بتشهد بأخلاقها، ودي شهادة جيرانه اللي بيحبوه واللي قالوا إن هو صاحبه بجد ومحترم جدا وراجل رياضي وخلوق ولا بيشرب ولا بيتعاطى أي حاجة. ده غير كمان إن هو بيدرس في كلية حقوق، وأثناء طبعا يعني الدراسة ما بتنتهي أو مثلا الأجازة بتبدأ بيروح يشتغل في اي حاجه، عشان طبعا والده متوفي من 13 سنه، والمفروض ان هو طبعا بيصرف على نفسه وبيكمل نفسه. اخوه شاب برضه محترم جدا، المفروض ان هو مهندس مساحه، وليه اخوات تانيين برضه شباب محترمه جدا. مامته او والدته بتشتغل وكيله في مدرسه. يعني ناس محترمه وناس متربيه وناس اخلاق. اللي حصل لمحمود بقى شيء فظيع جدا وشيء صعب جدا. ايه اللي حصل لمحمود؟ هو ده اللي جاي احكي عنه، وقبل اي حاجه يلا بينا نطرحها